اللي بوظ اول 15 يوم. تعالى بقى نعوض اللي احنا بوظناه في اول 15 يوم في اخر اسبوعين في رمضان، واخليك اكنك عملت رجيم من اول يوم في رمضان لحد اخر يوم. طب الناس اللي التزمت وفضلت ماشيه مظبوط حقها يضيع؟ لا، اللي انت عملته في اول اسبوعين لو انت كنت عامل رجيم ومنتظم عليه في اول رمضان لحد نص رمضان، هخليك تضاعفه في ال 15 يوم الباقيين من شهر رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا بيكم في قناه معلومات صحتك. لو لسه مشرفتناش باشتراكك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس يوصلك اشعار بكل حلقه بننزلها جديد. هتستفاد معانا كتير، بنتكلم عن كل حاجه تخص الصحه وكل حاجه تخص الوزن المثالي، سمنه ونحافه. معاكم كابتن عمرو خالد، اخصائي تغذيه علاجيه سمنه ونحافه وكل حاجه تخص صحتك. ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان كل الناس تستفاد ويوصل لكل الناس. تعال بقى نخش في حلقتنا على طول. الصيام بيفيدنا جدا ان احنا نحرق دهون، والدليل على كده نظام الصيام المتقطع من افضل انواع انظمة الرجيم اللي موجودة لحد دلوقتي، علشان خاطر ليها فوائد كتير جدا. فالصيام اللي احنا فيه في شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين، اشبه بكتير قوي للصيام المتقطع. ليه؟ ان احنا بنصوم فترة كبيرة. طيب الصيام بيعمل ايه معانا؟ الصيام بيعلي مستوى الحرق معانا جدا، بيعلي مستوى الحرق بشكل غير طبيعي. ده غير ان احنا بنحافظ على جسمنا فترة كبيرة مفيش اكل وشرب، فالانسولين في جسمنا ما بيعلاش. فدي فايدة لينا كبيرة في ان احنا عايزين نحرق دهون. فعايزين نستغل ال 15 يوم دول وننزل وزن كتير جدا. طيب تفتكر قد ايه كده ممكن تخس في ال 15 يوم؟ وقف الفيديو وانزل تحت في التعليقات اكتب لي توقعاتك. وقفت الفيديو وكتبت في التعليقات ممكن تخس قد ايه؟ طيب تعالى بقى افاجئك. ممكن تخس من 3 ل 5 كيلو في الاسبوع الواحد. يعني لو بنتكلم في اسبوعين يعني من 6 ل 10 كيلو في اخر 15 يوم. يعني تقريبا معظم الميزان ده اللي الناس عايزاه علشان تعيد، اللي عنده مناسبة، اللي عايز يعيد بشكل كويس، اللي عايز عموما يخس عشان تبقى صحته كويسة. تعالى بقى نبتدي في نظامنا عشان ما اصدعكم. اول حاجة احنا مش هنقول اصناف معينة ومش هنقول جرامات عشان ما نصعبهاش على حد في رمضان، عشان احنا عارفين الموضوع ده هيبقى صعب جدا في رمضان. فتعالى اقول لك تعمل ايه. اول حاجة هنقسم الوقت اللي ما بين الفطار والسحور اللي هو المغرب والفجر ل3 وجبات. هنعتبره يوم بس يوم صغير شوية. اول وجبة عندنا هتبقى الفطار. المغرب هيأذن، هتاكل يا تمرة واحدة يا 3 تمرات سنة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا اما هتاكل تمرة واحدة وبعديها كوباية مية مش كبيرة قوي مش مليانة قوي، وبعد كده طبق سلطة خضراء بحجم متوسط، وبعد كده لو في الشوربة بتاعتنا هنشرب الشوربة. طبعا الشوربة ما يبقاش فيها لسان عصفور كتير وسمنة وزيت كتير، يعني يستحسن تكون شوربة خضار ما يكونش فيها دسم او دهون كتير. بعد كده هتصبر حوالي 60 ثانية، يعني دقيقة دقيقة ونص لحد دقيقتين. تبدأ تاكل الاكل بتاعك. ايه الاكل بتاعك؟ اول حاجة هتاكلها او هنقسم الاكل بروتين وكربوهيدرات و فيتامينات بقى ومعادن وكلام من ده اللي هو الخضار. طبق خضار سوتيه، او لو خضار ما يكونش متسبك جامد وما يكونش عليه سمنه وزيت، المهم ان يبقى فيه خضار. الكربوهيدرات رز او مكرونه او عيش. الرز او مكرونه 5 معالق كبار يا اما نص رغيف عيش. والبروتين لحمه فراخ سمك زي ما احنا عارفين، يكون مشوي او مسلوق. كده وجبة الفطار خلصت. هنيجي بعد الفطار بساعتين ونص او ب3، عايز بقى انت تاكل حاجة حلوة زي ما الناس ما بتاكل، بس مش هناكل حلويات مصنعة. هناكل فواكه يا اما عصير فريش. ممكن نعمل طبق سلطة فواكه صغير كده، فيه موزاية فيه تفاحية برتقانية. طبق سلطة كده مش هنضيف عليه سكر خالص، مش هنضيف عليه اي حاجة، هناكله كده اورجانيك طبيعي بالمعلقة، او كوباية عصير فريش. نيجي بعد كده لوجبة السحور. وجبة السحور معانا هي الوجبة اللي المفروض ناكل فيها كربوهيدرات ما تتهضمش بسرعة عشان تفضل معاك في الصيام، وبروتين علشان ما تخسرش الكتلة العضلية بتاعتك وتخس كتلة عضلية. فوجبة السحور بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن بيضة مسلوقة وفول، 4 أو 5 معالق فول، او جبنة قريش او ملح خفيف مش ال3. ومعاهم هناكل بطاطساية مسلوقة او مهروسة، بطاطساية بحجم صغير يعني من متوسط لصغير. وعلبة زبادي مفيش سكر خالص، علبة زبادي لايت. ممكن نحط عليها نص او ربع معلقة عسل ابيض لو احنا ضامنين العسل الابيض ده ان هو طبيعي. وطبق سلطة خضراء. سحرنا كتير اهو ومش هنجوع. الكربوهيدرات اللي هندخله هناكل نص رغيف عيش بلدي. طب نصايح مهمة جدا لازم تعملها، ايه هي؟ لازم تشرب 2 لتر مية من الفطار لحد السحور وتقسمهم مبقوش مرة واحدة.
المشروبات الحارقة أو اللي بتساعد على حرق الدهون زي الجنزبيل والقرفة والشاي الأخضر، برضو اشرب كوبايتين أو 3. امنع السكر خالص. الملح قلله في وجباتك. حاول تمارس أي رياضة خفيفة حتى لو مشي لمدة 30 دقيقة كل يوم. خد كفايتك من النوم. حاول تنام 8 ساعات في اليوم. تنام وتصحى تتسحر وتنام تاني او تتسحر بدري. المهم انك تنام 8 ساعات. واشوفكم الحلقة الجاية على خير، ويا رب تكونوا استفدتوا معايا في الحلقة.